السلام عليكم. النهارده هنتكلم على الphrasal verb، ودي حاجة موجودة عندنا في اليونيتات أو الجرامر الموجودة عندنا في تالتة ثانوي، ومن الحاجات المهمة اللي بتيجي لنا في الامتحان. ثق إن لازم هيجيب لك نقاط معينة في الامتحان، منهم الphrasal verb بنسبة كبيرة. تعالوا نشوف الphrasal verb هي عبارة عن إيه. خلينا نتكلم الأول قبل ما ناخدهم مع بعض. خلينا نتكلم عن إيه phrasal verb. أنت عندك نوعين من الphrasal verb، فعل حرف جر، ولكن الاثنين لما بيجوا مع بعض بيغيروا من معنى الفعل، المعنى بيختلف تماما. ولكن ساعات إن في نوع تاني من الفريزل فيرب ما بياخدش preposition واحد، بياخد two prepositions، يعني بياخد اتنين من الحرف الجر. يكون عندنا phrasal verb بحرف جر واحد وphrasal verb بحرفين. اللي بيبقى بحرف جر واحد ده انا مش محتاجه احط بعده مفعول كانه لازم، لكن اللي بيبقى بعده حرفين جر يعني two prepositions، في الحاله دي انا محتاجه بعده مفعول، يعني محتاجه بعده تكمله. هو ده الفرق، وده هنشوف في الامثله ان شاء الله اللي هنحطها في اخر الفيديو اللي هتوضح لكم ازاي نستخدم البريبوزيشن، افعال متصفه بحروف جر ولكن تغير من المعنى. تعالوا نشوف ايه اللي هي الحاجات المهمه عندنا في المنهج واللي ممكن تجي لنا باذن. اول واحد معانا وهو سي اوف. سي معناها يرى، لكن لو جه معاها اوف يبقى معناها to say goodbye. طب حد يقول لي انا احل ازاي؟ والله في جمله استرشاديه او كلمه استرشاديه بتخليك تعرف تختار او تختاري ايه هو الفريزل فيرب المناسب لهذه الجمله. يعني لما واحد بيقول لك جود باي في مثلا at the airport في المطار، يبقى انا هاخد سي اوف. سي اوف اللي بعدها set off. لا set off هنا معناها من سيدي set off دي معناها like hit road، ودي برضو من الايديوماتكس المشهوره hit road اللي هي معناها يبدا الطريق او يطلع على الطريق، يبدا يسافر او يطلع على الطريق او يبتدي او يغادر. تمام. فكلمه set off معناها depart يعني يغادر for journey. اذا لو شفتوا كلمه journey في رحله يبقى اخد set off، شفتوا كلمه goodbye هاخد كلمه see off. طب ايه بقى حكايه set up؟ set up انا اسمعها كتير، عايزين نعمل set up يعني ننزل حاجه وننشئها. اذا كلمه set up بمعناها establish ينشئ. ممكن اعمل set up لبرنامج معين، ممكن اعمل set up لكومباني يعني اعمل establish company، اعمل شركه firm برضو يعني شركه. المصطلح الثاني عندك برضو plant يعني مصنع او برضو شركه. فانت عندك اسامي كتيره للمصانع والشركات اللي هي زي ما قلت هنا company firm plant، بتيجي معاها establish يؤسس، يبقى هختار set up. set up بمعنى start a company start a firm، يعني بالظبط بتعمل establish. لو شفت دي set up. اللي بعدها give up يعني give up استسلم. give up اعرف لو شفت ايه، لو قلت لك stop ودوينج وقفت بطلت، طبعا الصبر لو جبت فيرب ان جي بطل خلاص، يبقى اذا هنا جيف اب معناها استسلم، هنا معناها ينشئ، هنا معناها يغادر لرحله او سفر، هنا معناها يودع. ده العربي بتاعنا. طيب نرجع بقى الجيفن. ايه حكايه جيفن؟ لا جيفن جيف اب يستسلم. طب وجيفن؟ جيفن يعني اقول لحد سلم نفسك، انت محاصر فاستلم نفسك. فاذا هنا كلمه surrender يعني محاصر، فبقول لك استسلم او سلم نفسك يعني سلم نفسك، فبقول لك given اسمها give back. show up وturn up الاثنين ليهم معنى واحد وهو arrive يصل. خلي بالك عايزه اقول والله هي وصلت، يبقى she showed up هي وصلت مثلا المكان ده معين. she turned up هي وصلت المكان. خلي بالكم من turn up انا هتكلم عليه اللي هو turn up هو verb ليه معنى اخر، وده الاساسي الاصلي بتاعه اللي هو معناه يرفع يعلي الاصوات، زي turn up the TV عليه صوت التلفزيون، turn up the radio turn up the sound ارفعني من صوت دوت، او the volume ارفعني من الصوت. فلك لو عملت increase in
increase the volume يعني عليت الصوت يبقى اخد turn ايه؟ turn up. طب وشو up؟ شو up يعني come arrive يصل اهو. اوكي ينفع turn up تنفع arrive؟ حسب بقى ايه اللي ورا. والله لو تفيه راديو وساوند وفوليوم يبقى معناه يرفع الصوت، لو بعدها المكان يبقى معناها هو وصل. طب عكس turn up عكسها turn ايه؟ الابزيت بتاعها اللي هو ايه؟ الانتونيم turn on turn down، العكس بتاعها turn down. طب ايه بقى turn down؟ turn down ليها معنى اخر مهم جدا وبيجي في الامتحان كتير، معناه يرفض reject refuse او put my foot down، يعني ارفض بشده. ده ايديوم برضه. قال لك كلمه يرفض اسمها turn down. I turn it down the project. انا رفضت المشروع. So turn it down يعني يرفض reject. ليها معنى تاني اللي هو المعنى البسيط بتاعها العكس turn up يعلي الصوت يوطي الصوت. يبقى يوطي الصوت اسمها turn down. اعرف منين؟ جاب بعدها تي في راديو فوليوم ساوند. شكرا. وتبقى معناها decrease the volume. الفكره ان انا عايزاكم تركزوا في ايه؟ البريزنت فيرب وما يساوي. شفت arrive ادي عندي اهي. شفت surrender محاصر او بيسلم نفسه give in. stop doing something give up. establish يبقى set up. departure مغادرة أو depart for a journey يبقى خلاص set off. say goodbye بقول لحد goodbye يبقى say off. أنا بركز في دولت قوي عشان دول اللي هيجوا لي في السؤال بتاعي. اللي بعده look down to. look down to ده معناه إن هو يحتقر حد ويبص من فوق لتحت. كأنك بتعمل سكول. سكول طبعا معناها احنا عندنا في المنهج معناها يحتقر. اللي بعدها look out. look out لما انت بتبصي او بتبصي من الشباك فدي اسمها look out. يبقى اكيد المكان اللي هبص منه هجيب بعدها المكان اللي هبصه زي window او balcony ودي معناها look out زي مثال look out ده. بعد كده عندك look up to. لما look up to يبقى انت نفسك تكون زي ده. الراجل ده الرول موديل. يعني ايه رول موديل؟ يعني قدوتك الحسنه. والسؤال ده خلي بالكم من السؤال عشان كتير هتشوفوا رول موديل في سؤال من الاسئله. هتشوف كلمه establish كلمه journey كلمه say goodbye كلمه refuse. يبقى هتختار الحاجات اللي احنا بنقول عليها من الفيرست فيرب ودي جت في اكتر من سؤال. ودي حاجه من احتمال كبير تيجي كمان ان شاء الله يعني الله نقول شهيد السنه. كمان look up to ليها معنى اللي هي معناها ايه كمان؟ ما انا نفسي اكون زي الراجل ده. معناته ان انا بحترمه وبحبه ونفسي اكون. ممكن يكون عندك دكتور مثلا معين عايز تكون زيه، مغني عايز تكون زيه، فانت الشخص ده انت ريسبكت هنا الله. فيبقى هنا بنقول له look up to. respect and love somebody. او لو شفت كلمه رول موديل هتاخد look up to. look up to. كلمة come up with. come up with يعني هفترض معاك مثلا وطلع لي بالافكار. فاطلعوا بالافكار او اطلعوا باشياء افكار حلول فدي اسمها come up with. شايفين هنا كم حرف جر؟ 1 2. يبقى انا محتاجه هنا تكمله برضه look up to 3 حروف. لا يبقى انا محتاجه هنا الشخص اللي انا معجبه بيه او الرول موديل اللي انا عايزه اكون زيه. هنا come up عايزه اطلع بحلول. فاذا لو شفت كلمه come up with يبقى بيجي بعدها solutions حلول. كان اكتبها لكم او حل whatever او حلول او ideas افكار. يبقى ideas والsolution يبقى خد come up with. come up with شخص بيجي come up with يعني بيطلع افكار بيصدق افكار. اللي بعدها get along. يعني ايه get along with؟ احنا كنا اخدنا قبل كده لو فاكرين حاجه اسمها get خلينا نكتبها get on well. يعني ايه get on well؟ فكرة لما تيجي تعرف على حد في الاول انت في الاول get to know يعني تعرف عليه. بعد كده لو الطريقه بتاعتكم كويسه بتتعاملوا مع بعض كويس يبقى انت حضرتك بتمشي مش مختلفين مع بعض في الافكار او في كده الشخص ده او الشخصيه بتعرف عليها. فهنا يبقى انت جيت along with ده معناها ان انتم متوافقين. يعني بتعرف بعد كده فاحنا متوافقين. يبقى في الحاله دي كلمه get along with 3 اهي. يبقى انا محتاج هنا الشخص بعدها لان انا متفقه معاه. دي معناها ان to be in a good relationship. يبقى لما تبقى انت in a good relationship يبقى هنقول عليها get along
with get along with. get along with الأعلى بتاعتها get on well، يعني خلاص كده احنا كويسين جدا مع بعض، فاحنا علاقتنا بقت كويسة، عدينا مرحلة إن احنا متفاهمين كويسين، عارفين متقربين من بعض، عندنا we have in common a lot of things. خلاص يبقى دي الأعلى من اللي هي get on well، وأعلى من كلمة get along with. اللي بعدها كلمة in charge of. يعني ايه in charge of؟ مسؤول عن، أنا مسؤول، بس دي هيجي بعدها قبلها verb to be in charge of. دي أنا عايزة أقولها بس للحاجة لأن دي صفة، عشان كلمة in charge of دي كأنها صفة، فعايزة قبلها verb to be. verb إيه؟ to be. أنا برضه بوضحها لكم أقرب شوية. اسمها take on responsibility. يعني take on responsibility دي في حالة الفيرب بتاعه، لكن لو هجيبها كصفات يعني in charge of أو responsible for. responsible for يبقى responsible اللي فيه خلي بالك في صفات بتاخد حروف جر معينة زي responsible for in و charge of، ولازم يجي قبلها verb to be لأن طبعا دي صفات هو بوصفه إن هو مسؤول عنها، مش هحط الصفات مع be يبقى هاخد take on وأحط كلمة اللي هي responsibility محتاجاها المسؤولية. take into معناها investigate، يعني معناها يحقق، معناها يحقق. take into معناها investigate، يعني investigate يعني يحقق، اعمل تحقيق. ده اللي بيعمل تحقيق اللي هو البوليس. فانت شفت كلمه بوليس كلمه بوليس، فكلمه take into معناها investigate، يعني ايه investigate زي ما قلت معناها يحقق. فشفت كلمه بوليس يبقى من غير تفكير take into. take up دي معناها start doing or new thing، ان انا ابتدي اعمل حاجه جديده. take up sport يعني ابتدي رياضه معينه. take up مثلا بمعنى يشغل مساحه كبيره. لو اشياء يبقى لو الشخص take up يبقى بيجي بعدها sports. اذا take up بيجي بعدها سبورتس يعني ببتدي رياضه جديده او هبتدي امشي، هبتدي العب رياضه معينه، بقول يبقى I'll take up مثلا swimming، I'll take up tennis، take up اي رياضه. لو كنبه يبقى the sofa takes up مثلا space يعني شغله مساحه كبيره big space مثلا. طيب take two معناها is used to، ما هو معتاد عليه، كما كنا متعودين او زي ما انا متعود. take two يعني متعود بيساوي is used to اللي بيجي بعدها ing. fill out ومعناها complete يكمل. حضرتك انت بتكملي الفراغات، لو بتكمل الفراغات بقول لك please fill in the gap. fill in كمل يعني كملها. او fill out او fill in مثلا application، عندك مثلا application امليها استمارة، يبقى لو في او form يعني برضه استمارة application باخد fill in تمام، او fill out يعني. لكن fill up دي معناها overflowing، كأني مثلا عندك كوباية مية وبنمليها بنحط فيها مية فبنمليها معناها fill up فبتتملى. فكلمة يملأ up fill up in و out كانت بتكملي حاجة كانت ناقصة، فراغات ناقصة، استمارة فيها عايزين نمليها، في بيانات ناقصة فيها فبمليها. بس أما fill up ما تنسيش هي مع يملأ. يملأ يبقى أي حاجة ورد. bore off أو put off معناها يلغي أو مش يلغي، هي put off يعني معناها يؤجل delay. يبقى لو شفت كلمة delay هاخد كلمة put off delay. put out extinguish ودي معناها يطفئ. حضرتك لو واحد بيطفئ السيجارة